تخيل أخ بيقتل أخوه ومراته ويبقى كمان عايز يخلص على أولادهم، وكل ده عشان شوية سلطة وفلوس وعرش. بس إيه اللي ممكن يحصل لو حد هرب أطفال للملك؟ ده اللي شفناه لما حضرنا العرض الخاص لمسلسل مملكة الحرير. وطبعا كالعادة وصلنا بدري، لقينا الديكورات خرافية والأجواء غير متوقعة تماما. ديكورات مختلفة تماما، كأنك واقف قصاد أسوار قلعة وأبطالها داخلين على رحلة صعبة عشان يوصلوا لها من تاني. المسلسل بيحكي عن عم خلص من أخوه ومراته عشان يستولى على الحكم، بس واحد من المساعدين قدر يهرب أطفال الملك، ولكن أثناء رحلة الهروب حصلت مشكلة فرقتهم كلهم. واحد راح مع العبيد، والتاني بقى وسط القتلة والمجرمين، والتالتة فضلت في القصر. ومن هنا بيبدأ صراع العروش الحقيقي في مملكة الحرير، وبنشوف كل واحد فيهم ازاي هيشق طريقه عشان يوصل لكرسي الملك. البداية كانت لطيفة، والأماكن بالنسبة لي كانت مبهرة. أجواء فانتازيا فكرتني بأجواء الحشاشين ومسلسل العهد الكلام المباح، واللي بالمناسبة لو اتبسطت بأجواء الفانتازيا اللي فيه فهتنبسط جدا بمسلسل مملكة الحرير. الأداء كان مبشر جدا، وواضح إننا داخلين على تحدي تقيل من كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد وأحمد غزي وعمرو عبد الجليل ووليد فواز، اللي بالمناسبة خدنا معاه أحلى سيلفي لطيف في اليوم. مسلسل مملكة الحرير بيتعرض حاليا على منصة يانجو بلاي وقنوات أون. شوفوه وقولوا لنا رأيكم في التعليقات.